السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عقيل. في الفيديو ده إن شاء الله هناخد جولة في برنامج سكراتش. أول حاجة لازم نكون عارفينها في الأول إن إحنا هنا اهوت في المكان ده في عندنا نقدر نغير اللغة بتاعة البرنامج نفسه. يعني لو خليته عربي فهيقلب كل حاجة عربي. ودي حاجة مش محببة إن إحنا نشتغل بيها عربي. آه، إلا في حالات يعني نادرة جدا جدا، بس الأفضل إن إحنا نخليه إنجلش. نتعلم الحاجات دي، نفهم إن دي معناها كذا دي معناها كذا. أول من هنا أول حاجة مستوى اللغة اللي هو البرنامج بيظهر بيه كل حاجة تسويه. تاني حاجة هنا المكان اللي أنا أقدر، لو أنا عامل لعبة قبل كده أو عامل أي برنامج على سكراتش، أقدر أعمل لود من هنا وأجيبه من الكمبيوتر. نفس الكلام لو أنا عايز أسيب الحاجة اللي أنا عاملها، أدوس سيف وأسيبه على الكمبيوتر. هنا لو عايز أعمل برنامج جديد. بالنسبة لإيديت، ده لو عايز أغير حاجة في شكل البرنامج نفسه. هنا مكان كويس جدا، هي التوتوريالز. دي بتخليني إن أنا أجيب توتوريالز أو أي برنامج أو أي فكرة أقدر أجيبها وأقدر أنفذها. هنا بقسمها برضه لكذا شكل لكذا حاجة. الحاجات اللي علاقة بالأنيميشن، الحاجات اللي علاقة بالأرتس إن حاجة تتحرك تصغر، الحاجات اللي علاقة بالميوزك، الألعاب اللي موجودة في القصص. بعد كده ده المكان اللي بسمي فيه البروجكت. مثلا نسمي ده فيرست بروجكت. فلما أجي أقول له سيف، فهو ده الاسم اللي هيظهر عندي. لو جيت أقول له فايل سيف تو الكمبيوتر، هيجيب له هيقول لي فيرست بروجكت. كده عرفنا أول مكان فوق. هنبدأ من أول هنا. ده المكان المربع ده، هو ده اللي اللي بيظهر فيه أو مكان اللعبة، أو بنقول عليه المسرح. هو ده المسرح بتاعنا. أي حاجة أي شخصية تطلع على المكان ده، أي لعبة بلعبها في المكان ده. آه، وبعد كده تحتها هنا يكون عندي المكان اللي أنا أقدر أجيب منه الشخصية. في عندي هنا أربع اختيارات إن أنا أجيب شخصية. في أول حاجة تشوز سبرايت، أنا بختار سبرايت من الموجودين هنا. في عندي الأول والأنيمالز والبيبل والفانتزي والدانس، الميوزك والسبورت والفود والفاشن والليترز. فأقدر أجيب أي شخصية من هنا. الاختيار التاني إن أنا أدوس على البين وأنا أرسم الشخصية بتاعتي استخدام الأدوات الموجودة هنا. أنا أقدر أعمل أي شكل استخدمه بعد كده معايا. دي الطريقة التانية. طبعا هنا بيديك فرشة وبيديك حاجة تكتب بيها الألوان. عايز ترسم خط معين، ترسم مربع، ترسم دايرة، تكتب كلام، كل الحاجات دي موجودة. طبعا هنا نقدر نسمي الكاستم ده صورة من صور الشخصية. فرق بين الكاستمز أو الكاستم وبين السبرايت. السبرايت ده شكل، يعني عندي مثلا هيبقى حيوان مثلا أو قط. القط ده أقدر أخد له كذا صورة في كذا وضعية. فالكاستم هي دي الصور أو كذا وضعية بتاعته. حلو جدا. دي تاني طريقة عندي هنا. تالت حاجة إن أنا أقول له اختار لي أنت واحدة سربرايز. لو دوست عليها هو جاب لي إيه؟ جاب لي الست دي. بص. رابع حاجة إن أنا يكون عندي شخصيات على الكمبيوتر، وأنا أقدر أو عندي صور معينة وعايز أستخدمها كشخصية. دوس على بلو سبرايت يقدر يجيب لي من هنا من الكمبيوتر. دي كده الحاجات. طيب كل شخصية أنا بجيبها أقدر أعدل فيها في حاجات معينة من هنا. إيه بقى هي؟ أول حاجة اسم الشخصية. أنا عايز أسميه مثلا أسمي ده كات وأسميه باسمك. هنا أخليه يظهر أو يختفي. لو خليته يظهر أو أخليه يختفي. هنا الحجم بتاعه السايز، لو أنا خليت ده 50 هلاقي إن هو صغر. لو خليته إن هو 200 هلاقي إن هو كبر. هنا الدايركشن بص أنهي اتجاه. هنا بص لقدام فبص في اتجاه الإيه؟ 90 كده. فخليته لتحت خليه كده 180، اللي هو بص لتحت. خليته نيجاتيف 90 هيكون باصص للاتجاه اللي ورا دوت. خليته صفر فيكون باصص لفوق. ده بناء على انا عايز ايه اتحكم فيه. حاجه تانية كنا نقدر نعملها برضو من الكاستم، ان انا هنا برضو يعني كل حاجه بتكون عندي اقدر اغير فيها. يعني انا مثلا لو جيت اخترت الشخصيه دي كده، اقدر اخليه يبقى ايه باص لورا او باص الناحيه دي. فاقدر اتحكم برضو في الحته دي. لو أنا مثلا عايز يجري لحد هنا، فلما يوصل لآخر المكان هنا يبص الناحية التانية ويرجع. فأقدر أعمل كاستم جديد. يعني أنا أقدر آخد ده أعمله دوبليكيت وأقدر أخليه
خليه بيبص لورا، فبقى ليه شكل تاني إن هو إيه، يبص لورا. نفس الكلام أقدر أعمل الدوبليكيت يخليه يبص لورا بالشكل ده. تمام كده بالنسبة للإيه، للدايركشن، وإن هو يبص أغير شكله، أعمله فليب للشكل نفسه. هنا الايه الاكس والواي. تعالوا سريعا كده نجيب من هنا باك جراوند. معلش خلينا نقف على نسيب الحته بتاعت الاكس والواي لحد ما نجيب الايه باك جراوند دي. اولا لو انا عايز اجيب خلفيه عشان يكون الموضوع باين ان هو فعلا انا بعمل لعبه حقيقيه او بعمل حاجه اقدر اعملها سيميليشن حقيقي، فبجيب لها خلفيه من هنا. في عندي برضه اربع اختيارات. اول اختيار ان انا اجيب الباك جراوند من الحاجات الموجوده عندي هنا. انا اقدر اجيب بلو سكاي من السماء مثلا زرقاء بالشكل ده او بالشكل ده. اقدر اجيب ملعب بالشكل ده، وحاجات كتير جدا. اجيب بارتي اي حاجه انا عايز اجيبها. لو انا عايز اختار من حاجات معينه بقدر ادوس عليها من هنا واختار منها. ده اول اختيار. تاني اختيار في الباك جراوند ان انا ارسم الباك جراوند بتاعتي نفس فكره اللي هي السبرايت انا ارسمه. برضو اقدر اعمل كذا صوره واعمل سويتش ما بينهم بعد كده في اللعبه. انا عايز اعمل اللعبه بتاعتي كذا مستوى. ثالث حاجه عندي اللي هي السربرايز، هو يختار لي حاجه سربرايز بالشكل ده، مثلا جاب لي صحراء بالشكل ده. ورابع اختيار ان انا اعمل عبود من كيلومتر. خلينا نرجع لحاجه مهمه، وهي قلت لكم هنشرح الاكس والواي. هي هنجيب آه، حاجه من هنا نشرح عليها الاكس والواي. هي دي. بصوا بقى احنا زي ما شايفين كده. عايز الصغر ده نخليه 30 بس عشان يبان. احنا عندنا اهو القط بتاعنا. قط كده واقف يعني في النقطة بتاعته إيه؟ ده مكانه بالظبط فين؟ في المسرح، في نص المسرح. طيب لو هو عايز يتحرك لقدام، إيه اللي بيحصل؟ لما بيتحرك لقدام قيمة الإكس بتزيد، ولما بيتحرك لورا قيمة الإكس بتزيد بس بالنيجاتيف. يبقى لقدام بتزيد بالبوزيتيف، الورا بتزيد بالنيجاتيف. طيب لو طلعنا لفوق يبقى قيمة الإكس إيه؟ قيمة الإكس زي ما هي صفر، بس قيمة الواي هي اللي بتزيد بالبوزيتيف. وقيمة الواي لما ينزل تحت بتزيد بس بالنيجاتيف. طيب هنا نقطة مهمة جدا. أنا هستفاد إيه من إكس وواي والكلام ده؟ هستفاد منها إن أنا لو عايز أقول له اتحرك لمكان معين، أنا عايز أتحرك في المكان ده، فإيه هزود الإكس والواي بقيمة بوزيتيف أو قيمة آه زائد. قيمة زائد. تمام، يعني أنا لو جبت هنا كده لأن قيمة الواي بكام؟ 113 وقيمة الإكس 147. طب أنا عايز أجيب في أي مكان في المربع ده، قيمة الإكس هتبقى البوزيتيف فعلا وقيمة الواي بالنيجاتيف. لو عايز أجيبه هنا هيبقى القيمتين بالنيجاتيف زي ما شايفين كده. لو عايز أجيبه هنا هيبقى القيمتين إيه؟ قيمة الواي بالبوزيتيف وقيمة الإكس بالنيجاتيف. ففكرة الاتجاهات إن أنا بستخدمه بعد كده في الحركة. فأنا عايز أتحرك في اتجاه معين، عايز أتحرك لقدام فبغير في اتجاه الإكس بس بالبوزيتيف. لو عايز أتحرك لورا بتحرك في اتجاه بغير في اتجاه الإكس بالنيجاتيف بس. لو عايز أطلع لفوق بغير في اتجاه الإيه؟ الواي بالبوزيتيف. لو عايز أنزل لتحت بغير في قيمة الاتجاه بالنيجاتيف. ده كده كان فكرة الإيه؟ ال- الاتجاهات. طبعا احنا هنتعلمها او تتعلمها لما تبدا تعمل العاب ليها علاقه بالموضوع. تعال كده نجرب حاجه سريعه ليها علاقه بالايه؟ بالاكس ايه بالبوزيتيف والنيجاتيف. لو احنا جبنا كده ايه، جينا قلنا هنا في ليفل، قلنا مالكش دعوه بالكلام ده هنتكلم عليه دلوقتي. ليه؟ هو مثلا ايه موف 10 ستيبس، هيتحرك 10 ستيبس عاديه خالص، صح؟ لا انا بقى عايز اتحرك في اتجاه الاكس، فاقول له ايه؟ هو هنا جايب لي اهو تشنج الاكس 10، يعني غير في الاكس بالزياده 10، لا اما بزياده لا اما بالناقص. وانا اخدت بالزياده فهو فعلا كده بيغير في قيمه الاكس بالزياده زي ما احنا شايفين كده. كل ما ادوس هيغير. طب لو انا خليت دي بقى بدل ما هي بوزيتيف خليتها نيجاتيف، دوست كده الاقيه بيرجع لورا. طيب لو جبنا الواي بقى تشينج الواي بوزيتيف، دوسنا هنا الاقيه بيطلع لفوق. طب لو خليناها النيجاتيف هنلاقيه بينزل لتحت. حلو جدا. يبقى لحد كده احنا عرفنا ازاي ده عرفنا ان ده المكان اللي هو
المسرح بتاعنا. احنا هنا ان انا اجيب شخصيه واغير في الشخصيه، اسم الشخصيه، خليها تظهر او تختفي، الحجم بتاع الشخصيه، الدايركشن هي باصه في أي اتجاه، الاكس والواي بتاعتها غيرها بتبان هي واقفه في أي مكان بالظبط. وهنا اقدر اجيب، وطبعا عرفنا ان احنا 4 اماكن او 4 حاجات نجيب بيها الشخصيه زي ما شفنا. وهنا 4 حاجات نقدر نجيب بيها الخلفيه او الباك دروب. الحاجه التانيه المهمه جدا وهي البلوكس. والبلوكس دي هي اللي بتخلي الشخصيه بتاعتي تتحرك وتخليها تكبر وتصغر وتطلع صوت. ان انا لما ادوس على الفلاج ده يبدا حاجه تشتغل، ده ايفنت حدث معين لما ادوس عليه يبدا مثلا اللعبه بتاعتي تلعب او تتحرك. في عندي هنا اولا الكود والكاستم والساوند. تعال نمسك الكود. هو هنا مقسم لنا الكود لكذا جزء. تعال نفترض ان الكود ده عباره عن مكتبه كبيره متقسمه لارفف. كل رف من ده بيكون فيه حاجات معينه انا محتاجها. لو انا عايز اغير او اخلي السبرايت بتاعي يتحرك، اجي اختار اي بلوك من البلوكس بتاعت الموشن. لو انا عايز اي حاجه تظهر او لوكس ليها علاقه بالسبرايت، فاجي اختارها من اللوكس. زي ما شايفين كده، هنا مثلا بيقول كلمه هلو لمده سنتين، هنا بيقول كلمه هلو بس، هنا بيسync. الفرق ما بين السيف هلو السينك ده بيبان ان هو بيفكر. هنا سويتش الكاستم، انا عايز اغير الايه شكل الشخصيه بتاعتي، الصوره اللي بعدها. هنا بقول له نيكست كاستم سويتش. نيكست سويتش ده بروح لكاستم معين. يعني انا هنا عندي 4 كاستم، لا بقول له بعد الكاستم ده روح للكاستم ده. فانما لما اقول له نيكست كاستم هو هيمشي عليهم بالترتيب. فده الفرق ما بين النيكست كاستم والسويتش. طبعا نفس الكلام في السويتش باك دروب والنيكست باك دروب. وعندي التشينج سايز عشان اكبره. لو انا مثلا هو بياكل حاجه معينه كل ما ياكل يكبر، اقدر اغيره ايه تشينج سايز. كل مره بياكل ايه سيت سايز، لا انا بروح اقول له ايه ارجع للسايز بتاعك القديم اللي هو مثلا 30، او كبره بحجم مره واحده. هنا ليها حاجات ليها علاقه بالكلر. فده اي حاجه ليها علاقه بالشكل بيكون موجود هنا. حاجتين مهمين جدا اللي هو الشو والهايد. لو انا عايزه مثلا لما يلمس حاجه معينه يختفي بعد كده يظهر بعد شويه، فنقدر نعمل له هايد، بعد كده نستنى شويه ونعمل له شو. ده كده للوكس. بعد كده الساوند. بالنسبه للساوند بيكون عندنا هنا اي حاجه لها علاقه بالصوت. هنا بلاي ساوند مثلا لحد ما يخلص، وبعد كده انما هقول له ستارت الساوند، شغل الساوند وكمل في اللعبه. هنا اقول له ستوب الساوند، وقف كل الاصوات. اي حاجه لها علاقه بالصوت تلاقيها موجوده هنا. الايفنت، وده هو ده الحدث او البدايه اللي بتبدا من عندها. حتى هنا هتلاقي البلوك نفسه بيكون شكل كده مش بيركب مع حاجه، لا هو بيكون بدايه. وده الحدث بتاعي اللي هو اللي انا ببدا بيه اللعبه مثلا. فهتلاقي ايه ان انا مثلا لو دوست على الفلاج يبدا ينفذ من تحت. لو دوست على السبيس او اي زرار من الكيبورد يقدر يعمل حاجه معينه. ونفس الكلام هنلاقيه موجود هنا في الايفنتس. يبقى قلنا ده كده الجزء الخاص بالايفنت. اي حاجه لها علاقه بالايفنت نبدا نختارها او نجيبها من هنا. دي البدايه بتاعتي بتاعت اللعبه. الكنترول ده التحكم بقى، ان انا مثلا عندي الويت اللي هو مثلا عايزه يستنى يمشي خطوه ويستنى خطوه، فهبدا اعملها عن طريق الويت. الريبيت اللي هو مثلا عايز يكرر الكلام ده كذا مره، 10 مرات 5 مرات. عندي فور ايفر، هو يكرر الكلام ده لما لا نهايه. عندي الاف، والاف زي ايلس. وعندي الويت انتل، يعني استنى لحد ما يحصل حاجه معينه. وريبيت انتل برضه، يعني اكرر الكلام ده لحد ما يحصل حدث معين وبعد كده خلاص كفايه. عندي وين اي ستارت از كلون مثلا، ده كنترول ده بناء على حاجه تانيه. يعني ده مش هيبدا الا لما في حاجه تانيه تستعملها ايه كرييت كلون تاني. هنا في عندي كرييت كلون، وهنا بقى لما ستارت از كلون يبدا يعمل حاجه معينه. سensing ده ليه علاقه بالايه بالحاجات اللي هي اللمس وكده. لو مثلا تاتشنج ماوس بوينتر ده بيكون يعني مثلا انا بقول له لو اف، وبعد كده اقول له تاتشنج ماوس بوينتر، تاتشنج كلر معين. كلر ده تاتشنج كده، لون بيلمس لون تاني. ديستنس مثلا، هنا لما اسك اقول له مثلا اسك سؤال معين، وبعد كده استنى ايه الاجابه يعني. هنا الانسر بتاعته. لو عايزين نعمل مثلا
كويز أو أي لعبة مثلا أسئلة معلومات، نقدر نعملها باستخدام الحاجات دي. هنا بقول له مثلا لما تدوس على أي زرار، لو دوست على الزرار ده اعمل كذا، بس هنا بنركبها مع الاف. هنا الاوبريتورز حاجات ليها علاقه مثلا بالجمع والطرح، لو انا عايز اجمع ارقام او اطرح ارقام او اضرب او اقسم، ان انا اختار رقم عشوائي من 1 ل 10 او من 1 ل 100. هنا لو بقول رقم اكبر من رقم معين، الحاجات دي بستخدمها لما انا باجي اقارن ما بين حاجه وحاجه تانيه، ما بين رقم ورقم تاني. هنا بقول اند. هنا العمليات اللي هي حساب الارقام، هنا بقول ده اند ده، يعني لازم يكون ده ترو ولازم يكون ده ترو، يعني لازم يكون ده اتحقق وده اتحقق، لازم يكون ده اتحقق او ده اتحقق. هنا ده لو ده ما اتحققش اعمل الكلام ده. نمشي على الكلام ده برضو بعد كده، بس ناخد خلفيه عنه. جوين كذا وكذا، لتر واحد وفي قابل مثلا، كل الحاجات دي ليها علاقه بالاوبريتورز. يعني اي حاجه ليها علاقه بالكلام، ان انا اعمل اي حاجه ليها علاقه بالاوبريتورز اللي هي موجوده في الرف ده. الفاريبلز ده من الحاجات المهمه جدا. لو انا عايز اعمل فاريبل، والفاريبل ده يعني يكون حاجه بتولد ارقام او بتولد حاجه معينه، اقدر اعمله من هنا، ان انا اقول له ميك فاريبل، وهنا بختار الاسم بتاعه واقول له للسبات كلهم ولا للسبات اللي انا فيه بس. بعد كده اقدر استخدم الاربع حاجات دولت، ان انا اسيت الفاريبل بتاعي لصفر في البدايه خالص، ان انا ابدا اغيره بواحد، يعني كل مره ازود واحد. هنا ان انا اظهر الفاريبل او اخفيه على حسب انا عايز اعمل ايه، وان انا اقدر اعمل ميك ليست للفاريبلز. بعد كده البلوكس بقى، انا عايز اعمل بلوك معين ليا أنا. دي حاجه بعد كده هنعرفها، بس بتبقى حاجه ادفانسد شويه. طيب احنا في الساوند، احنا عندنا هنا الساوند. لو انا عايز اجيب ساوند معين، وبقدر اختار من هنا تشوز ساوند، ويكون عندي اربع اختيارات برضو، الحاجات اللي هي الموجوده الاساسيه. وعندي ان انا اسجل صوت معين، بعد كده ابدا استخدمه. وبعد كده عندي السبرايز، ان هو يختار صوت عشوائي زي كده. وعندي ان انا ابوت ساوند من الكمبيوتر. ده كده كان كل حاجة. طيب هنا في عندنا حاجة مهمة جدا، ولو دوست عليها هلاقي إن في حاجات زيادة، مكتبات، أرفف زيادة. الأرفف دي أقدر أستخدمها وأعمل حاجات أدفانسد برضو. إن هي حاجات ليها علاقة بالقلم، إن أنا أرسم الكلام ده، حاجات ليها علاقة بالفيديو سينسنج، حاجات ليها علاقة بالتكست تو سبيتش، إن أنا أحول الكلام اللي أنا قايله، اللي أنا كاتبه، لكلام يتقال. حاجات ليها علاقة بالميوزك، الترجمة. لو أنا مثلا عايز أعمل الكلام ده على ليجو او مكعبات، اللي هي اللي اقدر اعمل لها بلوكس هنا وابدا اشتغل عليها، اقدر اعملها من هنا برضو. ده كانت مقدمه او جوله سريعه داخل برنامج سكتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.